السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة نعمل كوسة باللحمة المفرومة. هنحط بصلة وكمون وفلفل اسود وحبة ملح. هي كان في حتة بصلة، حتة لحمة مفرومة عندي، فقلت ايه في الفريزر، فقلت اعملها ايه كوسة باللحمة المفرومة. اقشر الكوسة وبس بسن السكينة كده مشرشرة، اديها ايه شكل كده جمالي. مش عارفة واضح عندكم في الكاميرا ولا لأ. عايزين تخرطوها ترانشات كده بالعرض ماشي. متنسوناش يا حبايبي في الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. بس بقطعها كده بالايه ترانشات بالعرض كده. حسب ما انت تحبي، عايزاها كده حلقات ماشي، عايزاها بالعرض ماشي. كده بالعرض اديها تشويحة كده في البصلة اللي عملتها بالثومة. بس قلت اعمل حبة صغيرين على قد ايه حتة اللحمة اللي عندي المعصجة اللي عملها. اهي بس اهي، كنت عاملة قبل كده لحمة معصجة واتبقت الحتة دي، فقلت ايه بص اهي. لو كنت بقى اللحمة لسه نية فكانت هتنزل قبل الكوسة، بس منها اللحمة مفرومة معصجة جاهزة فنزلتها بعد الكوسة. كانت لو نية كانت هتنزل بعد البصل مباشرة قبل الكوسة، تاخد تشويحة وتستوي، وبعد كده نزل الكوسة تكمل سواها. عندي بتنجان كده جميل زي ما انتوا شايفين، صغير، بيسموه بتنجان عروس صح؟ اكتبولي في التعليقات. انزل بيه في الماء المغلية، هعمل نصه مقلي ونصه مسلوق. اتفرجوا على الطريقة دي هتعجبكم جدا. بفتحه كده بديله ايه فتحة بالسكينة من الجنب عشان لما يستوي اجي ايه اعرف احشي اتومه كده. ده المسلوق بعمله دلوقتي. اعمل الطماطم بتاعة الكوسة باللحمة المفرومة. ما تكتريش طماطم، هي 5 وحدات كده عشان الصلصة متبقاش كتيرة. متنسوناش يا حبايبي في الاشتراك ولا اللايك عشان يوصلكم كل جديد. برضو هنصفي الطماطم بعد ما نضربها زي ما متفقين مع بعض في طبخنا بنعمل ايه. طريقة سهلة وجميلة. ولما يكون عندك بواقي اهو بصفي الطماطم. قلت لكم انا بحب المصفى دي جدا، تصفية الطماطم. لما يكون عندك بواقي لحمة مفرومة اعمليها كده، لان اكيد ما بتستهلكيش في الصينية مثلا بشاميل ولا بتاع نص كيلو كله.
ويتبقى منها حتة. عندك واحدتين كوسة قومي اعمليهم كده مع حبة رز، واحدتين بتنجان، يبقى يوم جميل كده وأكلة خفيفة. ونجدد كده الأولاد في البيت، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب العالمين. انا خلاص نزلت بالصلصة، اغطي عليها. احنا عايزين بس اللحمة كده كده مستوية، احنا عايزين بس الطماطم تتسبك والكوسة تستوي. سهلة جدا ومفيش اسهل منها. حط الملح ملحها. هعمل لكم بتنجان بقى، بتنجان مقلي برضو، بديله فتحة كده من الجنب. لسه الزيت بيتقدح. قولوا لي حابين اعمل لكم اكلات ايه وانا اعملها. صلوا على النبي يا حبايبي. متنسوناش في الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. اهو بنزل بالبتنجان في الزيت. هنعمل دلوقتي هنعمل توم للبتنجان، وهعمل طريقة حلوة جدا هتعجبكم قوي للمسلوق. للناس اللي ما بتحبش التوم، ببشر جزر منه للتجميل للبتنجان، ومنه للناس اللي ما بتحبش التوم هعصر عليه ليمون واحشي بيه البتنجان المسلوق. في ناس ما بتحبش التوم، ما بتعمل لها حرقان في المعدة، فده هعمله بطريقة وده بعمله بطريقة. بس فعلا ان هو المسلوق ده لو عملته بالطريقة ده هتعجبكم جدا شكلا وطعما جميل جدا جدا وخفيف على المعدة قوي. الناس اللي ما بتحبش التوم بتعمل لها حرقان في المعدة. اعملوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. الطريقة دي انا عاملاها للبتنجان المسلوق. بعصر ليمون واحط شوية جزر عليه وشوية ملح وكمون. حطيت الكمون وادي شوية ملح على الليمون، وهنزل بحبة جزر، منها للتزيين ومنها بتبقى طعمها جميل. هتفرجوا عليه دلوقتي هتشوفوه هيعجبكم جدا. حابين اعمل لكم كل جديد قولولي وانا اعملها لكم. بس هنزل بالجزر. عندك طرنشات فلفل اعملي، اهم حاجه للتزيين والعين بتاكل قبل البق. بص انا قلبت الليمون بالجزر، وحاطين طبعا احنا شويه كمون زي ما شفتوا وحبه ملح، حيقت بيهم الايه الجزر. عايزين انت تحطوا فلفل احمر ماشي، عايزين تحطوا فلفل اخضر حاجه ترجع لكم يعني. هعمل بقى التومه بتاعه البتنجان نعمل التومه بتاعه البتنجان المقلي. تومه عادي وفلفل وكمون وملح، دي اللي هنحشي بيها البتنجان المقلي للناس اللي بتحب التوم.
يبقى انا كده عامله تتبيلتين وشويه خل. انا كده عامله تتبيلتين، تتبيله للبتنجان المسلوق وتتبيله للبتنجان المقلي. انا حطيت شويه خل، بحط برضو شويه جزر برضو للتزيين، وبيدي طعم كده مسكر وجميل يعني. في فلفل زي ما قلت لكم، فلفل اخضر حطوه، فلفل احمر، مفيش فيه جزر ماشي بشوري حطيه. يبقى كده انا عامله تتبيلتين اهو، تتبيله بالثوم وتتبيله من غير ثوم. طلع البتنجان المقلي. واصفي اهو البتنجان المسلوق. بدي تقليبه للكوسه اول ما تتشرب خلاص. عايزه اقول لكم روعه وجميله جدا. وكل ده من بقايا الاكل اللي عندنا. حته لحمه، تجيبي على نص كيلو كوسه. بعمل رز ابيض عادي. مرضتش اعمل حبه وحبه، تلاقيكم زهقتوا من الحبه وحبه، فقلت اغير. انا من عشاق زي ما قلت لكم الرز حبه وحبه، بس المره دي قلت اعمل رز ابيض ساده، سهل جدا، مفيش اسهل منه. مجرد ما بيشرب ميته بوطي عليه. بص اهو دلوقتي وانا بحط الخلطه بتاعه البتنجان المسلوق. عايزه اقول لكم خفيف جدا جدا في اكله. اعمليه بالطريقه دي هتعجبك جدا. حابه تحطي عليه برضو الخلطه بتاعه التومه ماشي، بس ايه، خليه خفيف خفيف كده. بصوا، بصوا الشكل، روعه روعه بجد. ما توقفيش نفسك عندك. ما عندكيش فلفل اخضر، اعملي بالجزر. طب ما توقفيش نفسك على اي حاجه. بصي الشكل برضو في الاخر عامل ازاي، جميل ازاي. ده البتنجان المقلي، هعمله بالثومه زي ما قلت لكم. قولوا لي في التعليقات ايه رايكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب العالمين. برضو ده كان روعه وجميل. شكله بيفتح النفس على الاكل. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.